وزي ما بقول فيديو من القلب للقلب حقيقي. النهارده فيديو معبر قوي، معبر لرحله جميله كلها طمأنينه، لان هي الحمد لله اطمنت. عايزاكي تدي رساله لكل حد مش بيشعر بنفسه ان هو عنده مشكله وسايب نفسه، سواء بقى في الحياه العامه في التغذيه. عايزاكي تدي رساله النهارده كده عشان اقفل بيها الفيديو، لان انت حد جميل جميل جميل، وربنا يسعدك ويقدر لك الخير ودايما في صحه وسعاده. اتفضلي. والله انا مش حد جميل، انت اللي اجمل وانت اللي زرعتي الجمال ده جوايا. الحمد لله. يعني زي ما انا بقول دايما، انا كنت جايه بموت او ميته، وحضرتك كده اديتيني طاقه واديتيني امل، وحبيتك قوي من كلامك ومن تعاطفك ومن حنيتك ومن طبطبتك، وده اللي خليني اكمل وبحب برنامجي مره واثنين وثلاثه، ودايما باجي اقول كلمه واحده، هفضل اجي لاخر نفس في عمري، وهفضل وراها في اي مكان، وهفضل اسعى ان انا هروح لها مهما كانت حياتي او مشاكلي او قلقي او المي، لان هي بالنسبه لي املي وحبي وحياتي وتغذيتي وعلاجي. فهي مش دكتوره، ده هي امل بيتبعث جديد كل ما باجي لها، طاقه بتديهاني جديده كل ما باجي لها، حياه بتضيفها فوق حياتي اول ما باجي لها. فانا ببقى عايزه اجري ان انا ارتمي كده في حضنها عشان تديني امل وحب وطاقه وحنيه. انسانه قبل ما تكون دكتوره، جميله قبل ما تكون بني ادمه، طيبه قبل ما تكون خلوقه، حنينه قبل ما تكون ام واخت ودكتوره. اسعوا يا جماعه لنفسكم، دوروا على نفسكم، دوروا فيها، دوروا ليها، دوروا معاها، ما تتعبوهاش، ما تخلوهاش تتكلم كتير. هي ما قل ودل، هتقول كلمتين هم فيهم الخلاصه اللي احنا كنا بندور عليها. هو مش بالكلام الكتير والرغي الكتير ولا بالدواء الكتير ولا بالانشا الكتير، باختصار بالبساطه. هي جمال في بان انت الجمال. تفهم نفسك، افهم نفسك، ما تقاطعهاش وهي بتتكلم. انا باجي بسمع، بفضل اسمع 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 وبعمل كل اللي بتقوله، فانا ماشيه وراها. سمعك ده يا مروه واستوعابك ده هو اللي وصلك الحمد لله للنتيجه اللي انت وصلت لها. احنا بنتكلم في 26 كيلو، بنتكلم في نسبه دهون عاليه جدا. بنتكلم ما شاء الله تبارك الرحمن، احنا داخلين ما شاء الله 41 النهارده و6 من 10، النهارده 26 يا جماعه. يعني احنا بنتكلم في حوالي 20 كيلو، ده رقم رهيب ما شاء الله. بطنك اختلفت تماما، غير الشيب، غير اللايف ستايل، غير هي كان عندها مشاكل صحيه كتير جدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الدنيا عندها كده ستيبل قوي. فدايما الفيديو رساله منه ان انت تهتم بنفسك وتهتم بتغذيتك وتروح المكان الصح والمكان المؤثر بالنسبه لك. مش شرط عند دكتور جيسي، ممكن تختار المكان، بس لازم يبقى مكان صح. ما ترهقش نفسك وتضيع وقتك على الفاضي. المكان اللي ما تلاقيش فيه تغذيه 100% ابعد عنه. اللي يديك نص تغذيه ده ابعد عنه. لازم يديك ويكون حد متخصص يديك اللي انت محتاجه، لانه اللي انا محتاجاه غير اللي مروه محتاجاها غير حد تاني. فما ينفعش كل الناس تمشي لها تغذيه واحده، فكل واحد لازم يمشي التغذيه بتاعته في المكان الصح عشان يوصل للنتيجه الحلوه ديت. وتغيير العاده ده مهم، تغيير العاده ده بيجي مع حد يكون متخصص وفاهم، وطبعا يتعامل معاك على حسب حالتك الصحيه. فالحمد لله احنا قدرنا مع مروه ان احنا نعمل ده. فعايزاكم كلكم تسعوا لنفسكم، لانه زي ما قلت استثمارك في نفسك هو اهم استثمار. لازم تسعى لنفسك وتتجه لنفسك وتشوف سعاده نفسك فين وتعملها. ودايما زي ما بقول دمتم اصحاء. انا ممتنه جدا 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 لمروه النهارده، والكلام مروه قد ايه هي اللي ادتني دعم، مش انا اللي اديتها دعم. ربنا يسعدها ويحفظها ويحفظ جميع كل اللي موجودين وبيسعوا على نفسهم، بيسعوا على التغيير. ربنا معاك ودايما هيقف معاك، ودايما التغيير مطلوب لكل حياتك، مش التغذيه بس، لكل حياتك. دمتم اصحاء وشكرا.